السلام عليكم. حنا اليوم في تدريب الوداد الرياضي فاس، معايا الحارس عيسى سيودي. غادي نعطيه جوج اختيارات وغادي يختار الانسب ليه هو على بركه الله. السلام عليكم عيسى. السلام. قبل ما نبدا نعطيك الاختيارات بغيت نسولك علاش بالضبط اختاريتي تلعب مركز حارس مرمى؟ بطبيعة الحال من الصغر ديالي على ان كنسكن حدا البحر، كيعجبني نقاز كدا مع الدراري. اكتشفت هاد الموهبة هادي في الصغر والحمد لله طورتها وكملت فيها. يعني الاختيار ديال حارس مرمى كان اختيار ديالك انت اللي الاول كنتي باغي تلعب في هذا البوست، او لا لعبتي شي بوست اخر ولقيتي راحتك في هذا المركز؟ لا، كان من الاول الاختيار ديالي، الحمد لله هادي فلتي. داكوغ. الا خيرناك، الا ما كنتيش حارس مرمى شنو تقدر تلعب؟ واش مدافع او لا مهاجم؟ الحارس مرمى ما كنتيش حارس مرمى. كيعجبني الجراكي. كنت غادي نكون مهاجم. بالنسبه للاختيار الثاني غادي نسولو مع الوداد الفاسي حاليا شنو تفضل تلعب؟ ما غاديش نضمنوا النتيجه شنو تكون، ولكن شنو تلعب؟ باراج ديال الصعود او نهائي كاس العرش؟ صعيب هاد السؤال هذا. كنظن باراج ديال واخا الكاس اللي غاليه بزاف، ولكن كنظن نلعب باراج ديال الصعود باش تكون تحقق الصعود مع الوداد. بيان سور كيكون واحد الانجاز اللي كبير للمدينه، واحد الحاجه اللي زوينه في الكارير ديال اللاعب. داكوغ. لا سولناك شنو كتفضل، واش تلعب رسمي شي مباراه وتخرج قبل ركلات الترجيح، او لا تكون احتياطي ويعتمد عليك المدرب انت وضربات الجزاء؟ لحظه صمت. لا، حيت سولتيني على ضربات الجزاء. نقدروا نقولوا الاختصاص ديالي وكنبقى فيه الحمد لله، توفيق من الله. كنظن ندخل بالبلانتيات. شنو تفضل تاخذ؟ يعني تلعب مباراه مع شي فريق اللي كبير وتسالي كلينشيت ولكن تساليو تعادل، او لا يتماركاو عليك اهداف ولكن تفوزوا في ديك المباراه؟ تفوزوا في المباراه، تماركاو عليك طبعا ماشي مشكل. الجهد ديال المجموعه ما يضيعش. بصح انت كتشوف طبيعه الحال. واش تفضل توج؟ انت حاليا نقولوا كتلعب في فريق في القسم الاول، توج بلقب البطوله او لا بلقب كاس العرش؟ قبيله قلتي كاس العرش غالي، ولكن بغيتي الصعود لا دابا كنفضل كاس العرش. دابا تبدلات السيتياسيون تبدلات. داكوغ. عندي جوج بطولات دابا خاصك كاس العرش. كاس العرش مازال ما عمرك خديتي جوج بطولات؟ فريق الوداد عندي بطوله البطولات وتشامبيونز. يعني كانوا عندك ذكريات زوينه مع الوداد الرياضي؟ طبيعه الحال، شي حاجه ما عمرها غادي تنسى، حاجه اللي كتبقى راسخه في البال وما كتنساش. تشامبيونز ليغ اللي واحد الحاجه اللي اي لاعب في المغرب، نقدروا نقولوا في المغرب ولا في افريقيا كيحلم بها. انا من اللعابه اللي عندي تشامبيونز ليغ، كان الحمد لله نشكرو وكنت محظوظ بالانجاز هذا. كون كان المدرب ديالكم في الوداد في ذاك الوقت؟ السي ركراكي. شنو الرساله ديالك لركراكي؟ كنتمنى التوفيق مع المنتخب الوطني ونزيد من الانجازات ان شاء الله، وكنتمنى لهم التوفيق في الكوب دافريك ان شاء الله اللي غنظموها، اللي غنظموها المغرب. كنتمنى ان شاء الله هذا التظاهره هذه نكونوا فيها ناجحين كاملين ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله اللي ناخذوا هذا لاكوب هذه اللي دخلوها الخزانه ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن تفضل تلعب في احد الدوريات الخليجيه، او لا تمشي مع هذه الموجه حاليا في الدوري الليبي؟ بحكم المعرفه ديالي كنظنش الدوري الليبي كيستقبل لي غارديان، كيستقبل اللعابه. الا كنت عندي ديفونس نصيروا باب مفتوحه. بغيت تجرب ماشي مشكل، علاش لا. دونك اخر حاجه هو حنا عارفين كاع الحراس المغاربه ترفع لهم القبعه كما كنقولوا، ولكن انت شنو كتفضل، بدو الزكي ولا ياسين بون؟ سؤال صعب هذا. سي بدو الزكي اللي سميه كبيره ودوز تاريخ اللي حتى شي واحد ما غادي ينساه. ياسين بونو صديق ودار واحد الكارير اللي زوين
وكتب تاريخ مع المغرب. ولكن السي بدو الزكي دار تاريخ واقيلا كبار. يعني كيبقى كيبقى بدو الزكي ان شاء الله. في انتظار نشوفوا بونو يزيد يحقق مزيد من الالقاب بالمثالي يعني مازلنا مسألة يعني هما كثار حتى هو عاوتاني يدير شي انجازات اللي كبيره، ولكن شوف بجوج بهم صنعوا التاريخ للمغرب وشرفوا المغرب، وكنتمنى ان شاء الله يكون لهم معايا واحد شويه من الخط ديالو. ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا.